وليت اغريسيف مع راسي، وليت الناس اللي معايا كاملين بعدوا مني، وليت مدمره، ما قادراش نخدم، ما قادراش نهضر، صافي تبدلت حياتي، تبدلت كلها. وبنادم صاحبي نتوما جالسين شادين تليفون وكتفرقوا، هادي زوينه هادي خايبه، هادي زوينه هادي خايبه. واش معزوماش ما عايشين حتى مع شي حد، ما عارفينوش شنو كيعاني، ما عارفينش الحقيقه، ما عارفينهاش. وانتوما كتفرقوا البراءه، هذا ظالم وهذا مظلوم، وسكوت. راه ماشي حيت ما قادراش، راه الحياه وعلاش سكوت، راه الحياه وعلاش على دوك الولاد باش ملي يكبروا ما يلقاوش امهم كتعاطى، باش ما نفيقش الحمق على ضرب الحجر اللي ما عرفش يعاود يعرف. وثاني بقيت كنطلع وكنزل، ومع العلم عندي لي بروف، بنادم كيكذب وكيخرج في عينيه. وناض مشيت بدلت المحامي وشوفت محامي واحد اخر وجمعنا كلشي سادي. شويه كتلقاها كتعكل لك، المهم شي ما خاصنيش كلشي سادي. شويه كتلقاها كتعكل لك، المهم شي ما خاصنيش انا ناخذ حقي. وهذا الشيء ماشي حيت القانون ديال بلادي ماشي نازي، بالعكس القانون ديال بلادي نازي. مي كاينين بعض الناس اللي قاطعين يدهم من رحمة الله، قاطعين يدهم من رحمة الله، باغيين يدمروك بأي طريقة، لدرجة وليت كنقول أنا شكون، أنا شنو عندي. مع العلم اللي باغي يدمرك عارف كتقاتل، وعارف نقطة ضعفك شنو هي. كنتفاجأ كي قلت لكم غرقت بالشيكات، حيت انا خدامه، عندي ناس خدامه معاهم، بديت معاهم من شحال هادي، كيدخلني واحد شحال هادي كيدخلني واحد السالير فيكس. بزاف ديال الناس اللي خدامه معاهم ناس عندهم كفؤين، ناس اللي معمرني كنت غادي نحلم نوقف في الخدمه معاهم، حيت ولات بياتنا عشرة، بزاف ديال الحوايج، وما عمري فكرت شي نهار نضربهم بشي حد. بالعكس صافي كنقول هادي غتخلص هادي وانا غادا كنتقاتل. كنتفاجأ ان هادوك الناس كاملين في دقه واحده كيعبدوا الخدمه معايا. قلت غارقه اذا شنو؟ اذا الدمار. عياو يصبروا، انا نفسيتي تدمرات ومبقيتش قادره. وبنادم كيقول لك انا دابا بقيت بوحدي، انا بقيت بوحدي، ما عندي حتى شي حد ما بقى معايا. من حقكم عادي. سلامة ولادي والخوفي وليت سد عليهم، بعدتهم على هادشي اللي كنعيش فيه انا. ماشي مشكل نخسر كلشي الا ربحت عقلي ونحطم حلم حياتي باش الحلم ديال ولادي يكبر، ماشي مشكل. فرا الا سكت شحال هادي ماشي خوف، والله ما خوف. ملي كنت كنتسنى القانون ياخذ لي حقي، من للاسف هادشي ما كانش، باش نبرد ونكمل داكشي اللي بديت. توصل لبنادم اصاحبي، بنادم يشوفك انتي طايحه وباغا يا ربي غير تعاودي تنوضي توقفي غير شويه وتخلصي الناس اللي كيسالوك، حيت انا ما عارفه لحد، وماشي ما باغي نخلص دا شي واحد على هادشي اللي كندوز فيه. ربي اللي عالم ديك القضيه ديال الرجوه كوني قويه وسيري القانون. غير ما تاخدها حتى شي حاجه اختي، ما تاخدها حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما تاخدها. وبنادم باغي يصيفطك للحبس
يلا هادشي بواحد 4 سنين ولا 5 سنين هكا، وانتي باغا تخلصي الناس غير خاصك مويلة باش تنوضي. جدو على مرحلة وصلوني ليها. ضربت الخبز ديالي تقطع، ولادي العيشة اللي انا طبعا عيش. فإذا انا وقعت لي شي حاجة راه ماشي صدفة، فإذا جي كاتي تهزو مشاو لعند شي حد آخر راه ماشي صدفة. أنا شتي كتعرف لما نعطيهم وانتوما وراني درت معاكم كاملين باش تعطوني فرصة أنني نوض. شوف أصاحبي الدمار اللي وصلت ليه، راه ماشي غير ما كنرضاش، راه نفسي الفوق. غير هاد الخرجة اللي غادي نخرج واللي بغا يتشفى واللي بغا يضحك دمرتوني. دمرتوني. شكون ما بغيتو تكونوا دمرتوني، ولكن خليتكم تدمروني وما نتش درت نفس داكشي اللي دار ليا على ولادي. الحياة وعلاج على ولادي، وعلى ولادي مستعدة نصطم على داكشي كاع اللي بنيت. الحياة وعلاج على ولادي، وعلى ولادي مستعدة نصطم على داكشي كاع اللي بنيتو، حيت انا ما لاباس عليه. ما تا شي واحد دار ليا هادشي، درتو لراسي وبنيتو لراسي ووقفت على راسي. تا واحد ما دارو ليا، فقط غنحطمو والناس كاملين اللي كيتسالوني نعطيهم رزقهم ونخرج من هنا، حيت ما بقيتش قادرة على الشر وعلى الغدر اللي في بنادم. مبقيتش قادرة عليه، ما يمكنش. خاصك يا تكون فحالهم يا غتسطا، ما يمكنش. ما طلعش اليوم فاش نبقى في شي واحد اولا ندير راسي ضحية، بالعكس انا هادشي كامل درتو لراسي. انا كنخلص اغلاطي فقط وكنقولها وراسي مرفوع، ما كندل حتى شي حد من غير الله وحده، وما بغيت يشفق عليا حتى شي حد، حيت انا تعلمت درس خايب خايب خايب. والحمد لله ان ايماني بالله قوي، وان ربي عطاني 2 ديال الكنوز ديال الملائكه اللي هو ولدي وبنتي. نتقطع عليهم وجو سوي فيها وغيكبروا وغيشوفوا امهم اش دارت عليهم، وما ندير حتى شي حد وما يشفق عليا. شتي وبيغ كاع ندخل للحبس وانا معروفه، والناس اللي خدمت معاهم عارفين راه شنو واقع لي، عارف شنو كيتطبخ ليا من اللور. راه ولادي والله لا سمعت فيهم، والله لا سمعت بولادي. راه الحرب اللي نوضت على ولادي ما نوضت حتى شي وحده. وكنت مرا ووقفت فإلا كانت شي وحده اللي غنطلبها وغنترجاها توقف معايا بحاجه وحده، انا ما كنطلب من حتى شي واحد شي حاجه من غيرها فقط. فانا من بعد ما غنفك هاد المشاكل ديالي كاملين وكنعتذر منكم كاملين. ما بقيتش قادره نبقى هنا، كنبغي بلادي وكنموت على بلادي، وكل شيء في بلادي كنعمق عليه، وكنت باغا نزيد ونطمح ولادي نقريهم ويكونوا شي حاجه في البلاد. من الاسف فهادشي كله ان شاء الله غيتحل، وغنحاول نبيع كل شيء اللي عندي. اللي بغى يجي ياخد الشركه بعلها لك كريدي ولا شي حاجه، الطوموبيل غترجع، الدار غتطلق، الناس اللي كيسالوا فلوسهم غادي يتخلصوا، وصافي انتهت حياه الرجوه في المغرب.
او المرجوه بالمغرب ماشي. فمن بعد ان شاء الله ما غنزيد عليها هادشي كنتمنى وغنعاود نقول الوحيده اللي كنترجاها من بعد الله نقول لك لا اللي عطيتيني فرصه انني نكون ام كفيله وناخذ هاد الاجر العظيم عند الله بسببك وبسببك بنتي عاشت وبسببك الملايين ديال الامهات او الاباء تعطت لهم فرصه انهم ياخذوا معك هذا الاجر الكبير عند الله وعطيتيهم فرصه انهم يحسوا بغريزه الامومه. انني لحسنه الحنينه في كاع اليتامى اللي عتقى الملايين ديال اليتامى اللي منهم انا اللي بسببك عرفت بنتي. فكنترجاك لالا ما بغيت منك والو لالا فقط بغيتكم لالا تعاونوني في الوراق ديال بنتي حيت هادي 3 سنين هو فيهم مشكل باش انا نقدر ندير لبنتي باسبور ونقدر نخرجها معايا قانونيا وما نقدرش نغون الثقه ديالكم فيا لالا حيت عطيتوني فرصه وعطيتيها لي. بارك الله فيك وعلى داكشي اللي كديري انا جال دوك الوليدات. فبغيتك لالا فقط تعاونوني باش نكمل الوريقات ديال بنتي باش نخرج قانونيا حيت انا ما دايره حتى شي حاجه اللي كتحسم بلادي ما سارقه ما دايره حتى شي حاجه لبلادي خايبه بالعكس بلادي كنبغيها تكبر هنا ولدي ولكن للاسف لا سامعوني فغنضطر انني نخرج ولادي شي بلاصه بعيده حيت كاينين بعض الناس اللي خايبين ما عرفتش كيفاش غادي نشرح لكم ما يقدر حتى شي واحد يحس حيت واحد هو طايح في المصيبه. فتقبلوا مني على لا هذا الطلب جزاكم الله بكل خير وعاونوني فقط باش نكمل وريقات بنتي وان شاء الله راه انا يوم بغات تكبر راه غنجيبها وغنرجع لبلادي من تقد حالتي. وهادشي اللي كاين سمحوا لي عمري في حياتي ما كنت تمنيت نوصل لهاد المرحله ولكن عذروني دارنا سمحوا لي دارنا على كل شيء. هذه هي الحقيقه اللي كاينه وانتم عارفين شنو كنعيش. انتم عارفين ما بقى عندي حد ما بقى معايا حد من غير الله وانتوما. كنعتذر من اي واحد الا صدرت مني شي حاجه خايبه بدون قصد حيت عمري ما فكرت نادي الناس اللي كتشوفني. كنعتذر منكم بزاف. الناس اللي كتاديو فين غتنعسوا راه والله ما دايما فين كتنعسوا. واش عارفين شنو هو بنادم ينعس كيدعي كيقول حسبي الله ونعم الوكيل. اشنو هو اليتيم يبات مخور. راجعوا نفسكم يا هاد الناس. حسبي الله ونعم الوكيل يا ربي. حسبي الله ونعم الوكيل بهادشي اللي وصلت ليه. حسبي الله ونعم الوكيل. اما الناس اللي كتبقى تجلس ديال الجروبات وحالين الصباحات كدوز جلسوا طعنوا تردوا بنادم خايب بنادم غدار بنادم كيبيع صحابو بنادم كيدير. واش ما كتباتوش؟ واش كتباتوا هانين؟ ما كتباتوش فراشكم؟ واش نتوما عايشين معايا؟ واش عارفين شنو كاين؟
تبدلوا اصاحبي وبركه وما تسووا بنات بلادكم، تبدلوا. ما سمعتوا في البداية ديال المقطع لا فيديو بأنه رجوة السهلي كتعيش معاناة، والناس اللي متبعين الأحداث اللي وقعات في هاد الحسابات اللي أصلا نزلاتهم رجوة صراحة عذبوها. هاد الناس اللي كتقولك لا راه الكريديات راهما السبب ديالها، راه ماشي كريديات. الصور او الفيديوهات اللي كانت يعني عاطيهم لواحد الشخص واحد، اللي كانوا عند واحد الشخص واحد وهي ما بقاوش عندها اصلا، عند الخطيب ديالها اللي تبتزات بيهم وتهددات بيهم. وعرفتي شنو هي السوشيال ميديا؟ يعودوا الصور ديالك انت عاريه وفي وضعيات اباحيه وفي واحد الحاله اللي هي خايبه، واصلا يعني كانت في واحد السن اللي ما كانتش عارفه راسها شنو كدير وندمات. يعني كلشي كيغلط، راه كلشي كيغلط، راه حتى واحد ما معصوم من الخطا، وهي كتعترف. هاد السيده هادي ولينا كنشوفوا بانه القصه ديال وئام التحماني عادي تتكرر، ولات كتهدد بالقتل، ولات هي كتحاول انها اصلا تنتحر ودير حد النهايه لحياتها، زائد المحاولات ديال كل مره يجيو يقتلوها في دارها. يعني هادشي راه صعيب اللي كتعرض ليه رجوة. كنتمنى يعني تنصف في هذه القضيه هذه، لانه الشكايات اللي كدير كيتم الحفظ ديالها. سيدة خدامة على وليداتها، سيدة يتيمة ما عندها حتى شي واحد، وكل مرة كنسمعوا عليها بأنه دخلات للمستشفى في واحد الحالة يرثى لها، في واحد الحالة اللي كتمنى أنها تموت ما تبقاش، لأنه هاد الاكتئاب اللي دخلوها ليه صعيب كل مرة. وأشنو واقع عليها؟ انهيار عصبي، مرة كتكون سايقة، مرة ناعسة، مرة في دارها، كل مرة مسكينة وشنو واقع عليها. الناس اللي كيقول لك الكريدي، لا راه ماشي اول مره ولا ثاني مره ولا ثالث مره كتهز الكريدي ديما كتاخدو وكتردو وكتسلف وكتخدم من عند الناس. ولكن هاد الناس اللي باغي يهرسوها وكيهددوها وكيهددوا حتى الناس اللي كتخدم معاهم، قالوا لهم بانه هاد السيده هذه ما خاصكمش تبقاو تخدموا معاها. ومنهم الاغلبيه اللي مشاو وخلاوها، ومنهم الاغلبيه اللي ما بقاوش كياخدوا من عندها. سيدة كتخدم من شحال هادي وداخل لهاد الدومين ديال السوشيال ميديا، يعني واحد الخطأ دارتو اليوم كينتقموا منها أشد الانتقام. هاد البنية اللي كتطالب لاله حسنة بأنها توقف معاها باش تطلع الوريقات لهاد البنية هادي اللي هي بنتها والوليد باش تخرج خارج أرض الوطن. إلا لاحظتوا هنا هاد الحسابات اللي منهم هاد نهيد مون بيبي، هاد تفرشتي، هاد زيد وزيد، اللي بزاف ديال يعني الحسابات راه هي حطاتهم كسكرين ملي كانت كتهضر. هاد الحسابات راه كيفكروا في الحساب ديال حمزة مون بيبي اللي ما قد عليه حتى شي واحد. هذاك الحساب اللي يعني سعيدة هي الوحيدة اللي شفناها بقات واقفة حتى جبدات كاع هاد الناس اللي متورطين. كنتمناو رجوة حتى هي القضاء ينصفها، كنتمناو ناس توقف معاها ماديا ومعنويا باش حتى هي تاخد حقها من عند هاد الناس بأي حق يتم التشهير بها والتشويه ديالها والابتزاز ديالها والتهديد ديالها، وكيحاولوا انهم يجيو يقتلوها حتى لدارها. يعني هادشي راه بزاف، وزيادة على انه هاد الشيكات باغيين يحاولوا يدخلوا حتى للدار باش ياخذوا دوك الشيكات ويبداو يهدوها. الناس صراحة ما كاينش في قلبها الرحمة. بالنسبة للناس اللي كتقول بأنه دنيا باطمة، راه ما عندها حتى علاقة برجوة، راه هي ما عمرها خرجت قالت بأنه دنيا باطمة هي السبب، وإنما هاد القضية ديال ناهيد مون بيبي قضية حتى هي كبيرة ومتعلقة بحسابات ومتعلقة بمسائل اللي هي القديمه كيف ما كنقولوا، لانه رجل في ديك الوقيته كانت مراهقه وكانت هذا ما عرفاش شنو كدير، واليوم باقا كتخلص ديال شي حاجه دازت، شي حاجه قديمه باقا كتخلص فيها. كيقولوا بانه يعني هادشي اللي وقع للرجوه راه بحال وقع الدنيا قصه ورجوه قصه.
رجوة هي حاليا اللي تيتم التهديد ديالها والابتزاز ديالها والتشويه ديالها، اما دنيا باطمة متورطة في حساب اللي كان كيبتز الناس وكيهددهم وكيشوههم. وهذا الشيء تبتاتو الخبرة الوطنية او الخبرة اللي دارت على الهواتف من طرف الفرقة الوطنية. حتى رجوة كنتمناو حتى هي يتم الخبرة على هاد الهواتف ديال هاد الناس اللي كيبتزوها، واول واحد يبداو به هو السيد اللي قالت بانه اخر واحد خليت عنده الصور، وهذا قريب لهاد العائله ديال حمزه مومبابي. هاد السيد اللي خلات عنده التصاور راه قريب من العائله ديال حمزه مومبابي. من نقول لكم عائله يعني الناس اللي متورطين في هاد الحساب. دنيا باطمة، ابتسام، اختها وغلامور وزيدو هاد الناس هادو الا كان عندهم علاقة يعني بهاد الحسابات راه الفرقة الوطنية عادي تجبدهم، لانه هاد القضية ديال الرجوة ما عاديش تدوز بالسهل، وحتى هي عادي تعود قضية رأي عام من هنا لقدام.